طيب يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك كلب اخوك فيديو جديد عن طريقة عمل ارقام فيك الواتساب، طريقة عمل ارقام امريكي. فتابع الشرح الاخر، ما تقدمش خطوة ولا تأخر خطوة عشان تعرف تفعل الرقم، تعرف تشغل البرنامج، لان البرنامج ليه طريقة معينة عشان تشغل بيه الرقم. ما تخش البرنامج وتروح على طول مش هتعرف تعمل رقم. فتابع الفيديو الاخر وتابع الشرح، وتطلع من الشرح ده ان شاء الله وانت عامل رقم فيك، وهتعرف الشرح وتعمل ارقام فيك براحتك. بس يا صاحبي، مش طالب منك غير انك تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس وتحط لايك كومنت للفيديو. مش طالب منك اكتر من كده، اشتراك بس للقناة وكومنت حلو بس. فهنبدأ الشرح كده يا صاحبي. صلى على النبي الاول، نبدأ الشرح. الوقت اللي هنعوزه الفي بي ان ده والبرنامج ده. تمام، انا هعمل بيه رقم امريكي دلوقتي. تمام. فالطريقة ده صاحبي، عشان مش حد يقول لي انت واخدها من حد او عاملها من حد، اقسم بالله يا شباب انا ما شفت اي فيديو على اليوتيوب وحد منزلها، بس انا ما اعرفش حد منزلها او حد مش منزلها. فانا ما اعرفش انا منزل الطريقة دي من دماغي، اقسم بالله. يعني انا مش هحلف عشان طريقة او حاجة فيك او كذب، مش انا بتاع الكلام ده. كل متابعين عارف انا على ايه. تمام. فبقول لكم بس قبل ما ابدا الفيديو، عشان حد يجي يتكلم في الكومنتات ويجي يقول لي انت كذا وكذا وكذا. تمام. فهنعمل ايه دلوقتي بقى يا صاحبي؟ ننزل كده الاشعارات، هتعمل تليفون وضع الطيران، فاعل نشغل الواي فاي تاني. تمام. تمام، بعد ما شغلنا كده الواي فاي وقفلنا وضع الطيران، عملنا وضع طيران، خش على الفي بي ان. تمام. تعمل علامة الاكس كده، تيجي عند السيرفرات، تنزل تحت عند ايه، عند الولايات المتحدة. دي اللي فوق، مش تختارش اللي تحت، الولايات المتحدة. ضغطة واحدة عليها كده عند دور السماح. الحلم بدأ من تمام، هو كده اشتغل، مفيش مشكلة. نيجي بقى عند البرنامج ده، بس عشان انا كنت مفعله ومفعل عليه رقم، فانا هعمل ايه؟ ضغطة مطولة على البرنامج، معلومات التطبيق، تعمل مسح البيانات. تمام. تيجي عند البرنامج تاني، خش على البرنامج ده من اول وجديد. ده اللي انت تعمله، تضغط على اول واحدة دي، تعمل اثناء استخدام التطبيق، وبعد كده سماح، تديله السماحات كلها. تعمل هنا بقى سيجن اب علامة جوجل دي كده لتحت، وهتختار جيميل تكون ما عملتش من عليه. بس انا عشان انا مش فاكر انا عملت على انه ما عملتش على انه، فانا هختار واحد عشوائي وتطلع بالحظ بقى. مثلا هختار ده كده، اديله السماح. تمام، ما عملتش بيه قبل كده. نحط هنا صاحبي في فيرست نيم اي اسم عشوائي بالانجليزي كده، والليست نيم نفس النظام. نيجي عند الايميل، هتحط اي ايميل برضو عشوائي. تمام، ايميل عشوائي بالشكل ده. بعد ما تحط التلاتة دول، تحط التلاتة دولت تعمل سيف، هظهر معاك الواجهة دي كده. تمام، هتعمل ايه؟ تيجي هنا عند البتاعة دي بتاعة الاتصال دي، طلع لنا رقم هنا كده اهو. اوريك بقى تشغله ازاي. طلع لك الرقم ده، انت عايز تاخد الرقم تكتبه من هنا للواتساب على طول، رقم براحتك. انا هاخده نسخ، تفعل كده وضع النسخ. تمام، ناخده كوبي. تمام، نطلع خش على الواتساب، حط الرقم كده كوبي بالشكل ده، تعمل التالي موافق. تمام، ظهرت لك الرقم شغال ومش محظور وكل حاجة. لو الرقم محظور، انت ممكن عايز تفك الرقم وتشغله براحتك. محظور كود نفس النظام. طالما شغال بتكتورة الارقام، شغالة بالطريقة اللي انا بقولك عليها دي. من غير الطريقة دي هتخش على الرقم، برنامج مش هيطلع لك ارقام. نعمل كده، اتصل بيه. تمام، نقطع على كلمة اتصل بيه، نستنى الدقيقة ونص دول يخلصوا كده واجيلك تاني. طب يا حبيب قلبي، بعد ما كده مالكش دعوة بإرسال رسالة عند اتصال. عملنا كده اتصال، لو جالك دقيقة. تمام، نعمل بقى اتصال تاني نشوف الكود بيجيلنا، عشان بس متقولش فيك ولا أي حاجة. نعمل اتصال ادي قدامك. تمام، خش بقى على البرنامج، استنى يجيلك اتصال. لو الصوت وقف ماشي، عشان بس ايه، ادي كده اتصال اهو.
تمام، اديك شفت الكود هو جه وادي الرقم اتفتح معايا. تمام، ادي كده فتح معايا انا الرقم فيك بدون اي مشاكل بسهولة جدا، في اقل من 5 دقايق او في 5 دقايق عملنا رقم فيك. فالطريقة سهلة جدا، الطريقة بسيطة، بس اعمل الخطوات اللي انا قلت لك عليها. وصلت لحد هنا. اهم حاجة يا صاحبي اشترك في القناة، هسيب لك كل اللينكات في وصف الفيديو، لينك في بي ان ولينك الرقم البرنامج الفيك بتاع الارقام الفيك. وبرضه تقدر تعمل منه رقم للتليجرام، يعني مش الواتساب بس، ممكن تعمل منه تليجرام لاي حاجة تاني وكده هيجيلك برضه. فمنساش متبخلش عليا باللايك والكومنت الحلو. وسلام يا شباب.